مساء الخير. جبت لكم اليوم مشروب اللي يفيد المعدة والقولون، وإذا أي شخص يعاني من مشاكل انتفاخ المعدة والقولون فهذا المشروب راح يفيدهم. من يتكون من الهيل، هاي الحبوب الهيل المطحون، وتعرفون الهيل يريح المعدة ويهدئ القولون. الحلوة مفيدة للهضم وللمعدة وللقولون. الورد الأحمر، الورد الجوري، يفيد القولون ويفيد تلبك المعدة والإمساك. والدارسين يهدئ المعدة ويريح القولون. والقرنفل يريح المعدة والقولون. شنو هي المقادير؟ ملعقة شاي هيل مطحون، هذا الهيل ملعقة شاي، وحبة حلوة ملعقتين شاي. وهذه الوردات، وردات الجوري، خمس وردات نستعمل. دارسين عودين دارسين. والقرنفل 5 بسامير من هالقرنفل، نخليها بجاك او قوري او اي شيء عندكم، ونصب عليه قلاص ماي حار. ورا ما نصب الماي الحار عليه نغطيه 10 دقائق وبعدين نشربه. لو تحلوه بالسكر العادي او سكر مال دايت او عسل. وهذا يشربوه مرتين باليوم، صبح وبالليل، حتى يريح المعدة والقولون. صبينا كوب ماي حار عليه، نغطيه 10 دقائق نشربه. صار هسه افرغ بالكورة. راح احط هاي وحدة مال دايت، سكر دايت، انت تحطون سكر عادي كيفكم او عسل. انا راح افرغه. هذا المشروب جربوه وشوفوا شنو تأثيره عليكم وخبروني بالكومنت. وهذا الفيديو مالتنا لهذا اليوم. لا تنسونا من لايك، وإذا تحبون الفيديو سووا مشاركة لتصلكم أحدث الفيديوهات لتنعموا بالفائدة. وشكرا.